في الحياة كان لابد لنا كأمهات وآباء الوقوف على مصدر سعادة أطفالنا من خلال تربيتهم بالطرق الصحيحة وتعليمهم آداب الحياة السليمة، فالتربية هي الأساس في تكوين طفل سليم خلقا وخلقا. لذا كان لابد من الضروري أن نشير إلى أهمية دور مؤسسات رياض الأطفال في توفير النشاطات المبدعة لتحقيق النمو السليم، وأهمية دور المنزل في تنمية السلوك الصحيح واللعب الموجه في إشباع متطلبات النمو. كما أشير إلى أهمية دور التربية الدينية في مرحلة الطفولة حتى يتكون لديهم الإيمان والأمل والحب والخير اللازم لنمو شخصياتهم السوية، ويتم غرس هذه القيم للأطفال من خلال المحاكاة. مين بيصوم هنا معايا؟ أنا ياسين وأحمد ونورسين. جوري بتصومي؟ جميل. بنصوم قد إيه من اليوم؟ كل يوم. بعد إذنك خلي شهر رمضان ده حاجة اسمها معسكر خير. كل دوت ممكن نستغله من خلال طريق يعني برنامج مخصص للطفل. ازيكم يا صحابي؟ وحشتوني قوي. انا زعلانه قوي يا صحابي ان خلاص رمضان قرب يخلص، بس انا استمتعت جدا فيه. يعني انا قريت حوالي 6 كتب في رمضان. انا في العادي اصلا كنت قريت 6 كتب، لكن في رمضان ببقى مستمتعه وببقى فرحانه قوي، فقريت 6 كتب في رمضان. ده غير طبعا قرايه القران، وكنت فرحانه قوي. وانا واصحابي كنا كل ما انا اخلص كتاب مثلا ونبدل مع بعض الكتب، فبصراحه استفدنا بالوقت فيه جدا. وقولوا لي كمان انتوا يا اصحابي عملتوا ايه في شهر رمضان؟ يا رب تكونوا استفدتوا بيه، وبعتوا لي على بيج برنامج عائلتي عملتوا ايه في رمضان. ودلوقتي يا اصحابي هنشوف مع بعض حدوته جميله من انتي نانسي وارجع لكم تاني. النهارده هنتكلم على حلقه جميله خالص، يا رب تعجبكم. طبعا احنا شايفين ان احنا في شهر رمضان الكريم اليوم بيكون طويل خالص بتاع الصيام. مين بيصوم هنا معايا؟ أنا ياسين واحمد ونورسين. جوري بتصومي؟ جميل. بنصوم قد ايه من اليوم؟ كل يوم. بتصوم كل يوم؟ حلو. ها وبنصوم قد ايه؟ بنصوم وقت طويل ولا بنصوم نص اليوم بس؟ نص اليوم. نص اليوم عشان احنا صغيرين، صح؟ السنه الجايه تكبر ان شاء الله، تكبروا كلكم ونصوم اليوم كله. طيب طبعا الوقت بيكون طويل خالص، فحدوته النهارده بتتكلم على احنا ازاي ممكن نستغل الوقت الطويل ده بتاع النهار في حاجات كتير قوي. ساعة ما نخلص امتحاناتنا. بعد ما نخلص امتحاناتنا فعلا. احنا فعلا خلصنا الامتحانات مع شهر رمضان الكريم قبل ما يهل علينا كده، صح؟
وطبعا الحمد لله خلصنا الامتحانات بتاعتنا ونجحنا وجبنا درجات كويسه. لسه الريبورت ما خلصش. طيب جميل، هناخدها قريب ان شاء الله. المهم ان النهارده هنشوف ازاي ممكن نستغل الوقت الطويل ده بتاع الصيام. طبعا بغض النظر عن ان شهر رمضان الكريم ده بيكون طبعا شهر عباده، لازم نعمل ايه في شهر رمضان؟ نعمل ايه فيه بقى؟ مش ده شهر عباده؟ بنعمل ايه بقى؟ ايه؟ بنصوم. نعمل ايه كمان مع الصيام؟ بناكل لما طبعا المدفع بيضرب وقت صلاة المغرب، مش كده؟ بنعمل ايه لما بنسمع الاذان بقى؟ المفروض نعمل ايه على طول؟ نصلي. شطورة، مش كده؟ لازم طبعا نصلي ونصوم ونكثر من الدعاء في الشهر الكريم ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل ان شاء الله اعمالنا ويرفع صيامنا كده ونؤجر بيه ان شاء الله. خلاص؟ طيب بقية اليوم دوت الطويل احنا صحيح هنقسمه ما بين الدعاء والصلاة، في حاجات تانية كتير لازم تتعمل. احنا عندنا ساعات اليوم كتير قوي، خاصة ان احنا دخلنا على فصل الصيف وابتدينا اليوم فاضي، ما فيهوش مدرسة ولا فيه مذاكرة ولا حاجة خالص، صح؟ طيب ممكن نعمل ايه؟ تعالوا نشوف كده صديقتنا الاول يا احمد عملت ايه. قالت احنا ممكن نعمل حاجات كتير قوي في اليوم بتاعنا. احنا ممكن نستغل يوم الفراغ ده ازاي؟ فقالت ممكن ان انا اروح اي حديقة للنباتات. اعمل فيها ايه حديقة النباتات؟ احنا شفنا صديقتنا بتعمل ايه. قالت الحديقة بتاعت النباتات ديت خلاص اجمع منها الاوراق بتاعت النبات واعمل البوم ليها، او ممكن نعمل وردات. حلوة قوي، تمام. ده لو احنا ممكن عملنا ايه؟ نزرع ورد. جميل، ممكن ان احنا نفكر في الزراعة، نجيب شاليات صغيرة خالص ونتعلم الزراعة ازاي ونبتدي ان احنا نعمل ممكن شاليات للفل او الياسمين. مامي هتخليك تعمل كده. جميل، حلو قوي، شطور. طيب صديقتنا كمان قالت ان احنا ممكن نعمل حاجات تانية كتير. زي ايه؟ زي ممكن ان احنا نروح النادي. مين بيروح النادي بالنهار في رمضان؟ بتعملي ايه في النادي؟ بتلعبي؟ وانت يا ياسين بتلعب بالعجله؟ في النادي بتلعب بالعجله. واحمد في المراجيح. حلو قوي، ماشي. وبنلعب كمان ممكن نلعب سبورتس، رياضه طبعا. احنا ممكن نعمل ممكن العب بالعجله. انا عندي تمارين هناك. عندك تمارين هناك؟ بتلعب ايه؟ باسكت. حلو قوي. يبقى انا ممكن استغل وقت الفراغ دوت او اليوم الطويل ده ممكن ان انا استغله في لعب الكوره ولعب الرياضه المفيده اللي هتخليني اقوى وهتخلي اليوم والنهار والساعات الطويله بتاعه الصيام دي ممكن تمر بمنتهى السهوله. كمان صديقتنا وريتنا في الفيديو من شويه انه احنا كمان ممكن نجيب المجلات القديمه ونقصقص ونعمل مجله للحائط من المجلات اللي كانت عندنا القديمه دي. طيب صديقتنا كمان قالت انا ممكن اروح اتمشى مع بابي ومامي ونشوف منظر الغروب. مش كده؟ ممكن نعمل ايه؟ ورق بكروت. حلوة قوي. ممكن لو انا عندي فعلا اوراق او من برضو من المجلات القديمة دي ممكن اجيب الكرتون ونقصقص برضو ونعمل اعمال يدوية او اشغال يدوية وفنية كتير جدا، فممكن اعمل منها كروت. تمام؟ خلاص. ممكن كمان اعمل حاجة مهمة قوي مفيدة جدا، ممكن اتعلم لغة جديدة. مش لازم اكون مقتصرة على اللغات اللي بدرسها في المدرسة سواء انجليش او فرنش، لا ممكن اتعلم لغة تانية جديدة خالص عليا واروح الساينس. انت بتاخدي ساينس اكيد صح؟ لكن انا بتكلم عن لغة. وعربي بتاخد عربي؟ طب كويس، ماشي، جميل. طيب شاطرين. خلاص فاحنا نوت طبعا ممكن نخرج بره اطار المدرسه خالص ونشوف لغه جديده ونتعلمها علشان نقوي نفسنا او يكون لينا حاجه كمان جميله خالص ترفع من شأننا. ممكن بقى تقولي لي يا جوري، ممكن تقولي لي بتعملي ايه في رمضان؟ ممكن ازاي نقضي وقت الفراغ بتاعه؟ بنصوم. جميل. غير الصيام انت ممكن تعملي ايه اكتيفيتيز؟ ايه الحاجات اللي ممكن تعمليها الانشطه؟ ممكن تعملي ايه؟ تعملي مثلا بترتبي الاوضه بتاعتك ولا بتروحي تلعبي رياضه؟
رتبت اوضه نوم. برافو شطوره، جميل أنا جدا. رتبت. ها بتعملي ايه يا نورسين؟ بتعمليش حاجه في الوقت الطويل الفراغ ده خالص؟ بتنامي؟ لا ما ينفعش، لازم نعمل ايه؟ نعمل لازم يكون في رياضه، صح؟ نلعب رياضه، ممكن تروحي ننام في العجله. جميل ماشي. طب يبقى احنا بنعمل حاجه بنضيع فيها الوقت بشكل مفيد، مش يكون رايح كده الوقت ملوش فايده، صح؟ ممكن نعمل ايه؟ تروحي ننام؟ ها يبقى حلو قوي. يبقى كمان لازم نزور الاقارب، تمام. وان احنا طبعا خاصه ان شهر رمضان ده هو شهر ود وشهر رحمه، ولازم ان احنا نود ونصل ارحامنا. كمان بنعمل ايه كمان يا احمد؟ بتعمل ايه تاني بقى في وقت الفراغ بتاعك؟ ها نتمرن. شطور، هيبقى هنتمرن كمان. هيا ياسين بقى ممكن اختم بيك وتقول لي ايه ممكن تقضي وقت الفراغ بتاعك تعمل فيه ايه يا حبيبي؟ نتمرن. اي غير التمرين تعمل ايه كمان؟ تعمل ايه؟ ها تتعلم حاجه؟ نتعلم رياضه. جميل شطور. طيب يبقى اذا كل واحد فينا ممكن يستغل وقت الفراغ بتاعه ويستغل الشهر الكريم ده في حاجه مفيده. اتمنى ان حلقه النهارده تكون عجبتكم، وميرسي خالص مع يعني صحابي الحلوين دول، انا بشكرهم جدا على ان هم نوروني في حلقه النهارده. وتوته توته خلصت يا حبايبي الحدود. ودلوقتي يا صحابي هنشوف مع بعض رأي علمي من أنكل محمد وارجع لكم تاني. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، وهو ازاي استغل وقتي في رمضان. موضوعنا هيكون منشق لجزئين. اول جزء للناس الجميله، الشباب الجميله الصغير اللي خلصوا امتحاناتهم واللي قاعدين فاضيين، واللي رمضان ده بالنسبه لهم بقى نوم طول النهار وسهر طول الليل. والجزء الثاني بقى للشباب الصغنن برضو اللي هو لسه في الامتحانات واللي في الكليه، واللي رمضان ده بالنسبه له وقت امتحانات. هنتكلم بقى على المجموعه الاولى. المجموعه الاولى ده انت خلصت امتحاناتك، بعد اذنك خلي شهر رمضان ده حاجه اسمها معسكر خير. يعني ايه معسكر خير؟ يعني بعد اذنك خليه بدل ما انت طول النهار نايم وطول الليل سهران في التمثيليات والفوازير والاعلانات، خلي بالك كده رمضان هيضيع منك، حرام. لو سمحت قسم وقتك واستغل وقتك. رمضان ده كنز كبير قوي 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 قوي، حصاله كبيره قوي 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 قوي. على قد ما تقدر حط في الحصاله بتاعتك ده اكبر قدر من الحسنات ومن الثواب. طيب ازاي بقى احط فيه اكبر قدر من الحسنات والثواب؟ ان انا اعمل عمل خير، اساعد ماما في البيت، ابتدي كمان احضر كل يوم جزء من القرآن. انت عندك 30 يوم، عايزك في طول شهر رمضان لو سمحت خلص القرآن مرتين. انت ما وراكش حاجه، ما انت في اجازه يعني، ولا في مذاكره ولا في ضغط نفسي، لا انت ما وراكش حاجه غير قراءه القرآن، عمل الخير، مساعده ماما وبابا. فرح نفسك بالشهر الكريم ده.
ما تبقاش انت طول الليل سهران بقى على تلفزيون على تمثيليه الفلان وتقلب بقى، وماما طبعا بتساعدك في ده، يعني ماما اللي هو تعمل جدول، والجدول بدل ما هو فيه بقى النهارده هنقرا سوره ايه، لا الجدول فيه ايه؟ ان في التمثيليه من الساعه 7 للساعه 7:45 والساعه 7:45 في التمثيليه مش عارف على قناه ايه. لا، رمضان ما اتعملش عشان خاطر كده. رمضان عشان اتعمل عشان خاطر الثواب اللي هاخده من خلاله، من خلال العباده وذكر ربنا سبحانه وتعالى، وان انا اخد النبي صلى الله عليه وسلم السيره بتاعته، اعرف النبي عمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا ان الشهر ده في يوم خير من 1000 شهر، ومحدش يعرف اليوم ده فين ولا هيكون امتى. وخلي بالك، عارفين يعني ايه 1000 خير من 1000 شهر؟ يعني ايه؟ يعني تقريبا 83 سنة، يعني قد عمرك كله ده لو انت عشت على قد 83 سنة. يعني انت يوم ممكن ينجيك من النار. صعب ان احنا نستغل الوقت دوه في عبادة ربنا. صعب ان احنا نقوله يا رب احنا محتاجينك وبنحبك، فيا رب ساعدنا على اننا نجتهد ونعمل عشان خاطر نكسب ونفوز فوز عظيم، واليوم ده يكون من نصيبنا. فالشباب اللي ما عندهاش امتحانات والناس اللي ما عندهاش شغل، بعد اذنك استغل رمضان دوه، اصحى صلي الفجر، تعبد، اقرا قرآن، تصدق، ساعد اللي حواليك، ساعد ماما، فرح ماما بمساعدتك ليها، فرح بابا بطاعتك وسمعانك للكلام، فرح نفسك بالشهر ده. طب والناس اللي عندها امتحانات بقى، قسم بقى يومك، حبة مذاكرة وحبة عبادة وحبة راحة وحبة أكل. بعد إذنك التلفزيون مش هينفعك، وصدقني التمثيليات والمسلسلات اللي موجودة مش هتفيدك قوي، مش هتجيلك في الامتحان، مش هيحاسبك بيها ربنا. ونشوف صديقتنا انجي هتقول لنا ايه ونرجع تاني. مين بيصوم هنا معايا؟ أنا ياسين واحمد ونورسين. جوري بتصومي؟ جميل. بنصوم قد ايه من اليوم؟ كل يوم. بعد اذنك خلي شهر رمضان ده حاجة اسمها معسكر خير. كل دوت ممكن نستغله من خلال طريق يعني برنامج مخصص للطفل. أنكل محمد، عندي سؤال، ازاي اقدر اوجه صديقة ليا ازاي تستفاد بالوقت في رمضان؟ شكرا يا انجي على السؤال الجميل دوه. ازاي بقى اوجه صديقتي للاستفادة من الوقت؟ خديها معاكي. لو هي بتكسل تصلي التراويح، روحي خبطي عليها كده ونادي عليها وقولي لها يلا بينا ننزلوا نصلي التراويح. لو انتوا عندكم امتحانات وعندكم مذاكره وهي قاعده مقضياها بقى تمثيليات واعلانات وفوازير، قولي لها تعالي ذاكري معايا. ساعديها ان انت وهي وتاخدوا بايدين بعض تخشوا الجنه. الوقت ده زي السيف، لو انت ما قطعتهوش او ما قطعتهوش هو هيقطعك. حاولوا تستغلوا وقتكم ده على قد ما تقدروا. ان ربنا سبحانه وتعالى وصانا بالوقت، مش ربنا سبحانه وتعالى قال والعصر اقسم بالوقت. ربنا سبحانه وتعالى مش قال والفجر اقسم بالوقت. يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف قيمة الوقت. ازاي احنا العبيد مش عارفين قيمة الوقت؟ ربنا على طول بيقول لنا الوقت مهم، احنا ازاي مش حاسين بالوقت ان الوقت مهم؟ يا ريت نستغل الوقت، عشان الوقت ده اللي هنتحاسب بيه يوم القيامة. وقتك وعمرك فيما افنيته ضيعته في ايه؟ فبنصح كل اصحابي استغلوا وقتكم. بنصح كل اصحابي يلا شجعوا بعض، يلا كل واحد فيكم يعرف قد ايه المتاح بالنسبة له عشان خاطر ربنا يكرمه بيه وربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم.
صحابي تكونوا استفدتوا من الرأي العلمي والأسرة كلها استفادت. كل سنة وحضراتكم طيبين بخصوص شهر رمضان. النهاردة هنتكلم عن الاتيكيت بخصوص الوقت للأطفال وازاي ينظم وقته في رمضان ويستفيد بيه بأكتر من طريقة. شهر رمضان هو أكبر فرصة ممكن نستغلها ونستفيد منها ان احنا نغرس في أطفالنا القيم والأخلاق المفيدة ليه، زي الصبر والتحمل، ازاي يتعاطف مع الفقير، ازاي يواظب على العادات والصلاة والصوم. كل دوت ممكن نستغله من خلال طريق يعني برنامج مخصص للطفل. الأم بتحاول تساعد طفلها وتعمله برنامج مخصص، زي ممكن نعمل جدول زي دوت كده يكون مجزأ. طبعا الأم بتساعد طفلها ان هو يعمله وان هو يرسمه بشكل هو بيحبه ويحط الألوان اللي بيحبها. طبعا دوت بيبقى أكتر حاجة بيحبها وبيحس ان هي فعلا عزيزة عليه وهينفذها، ما يحسش ان هي اوامر لازم ينفذها. زي اول جزء مثلا لأجل ربي، ان هو لازم يلتزم بالصلاة، لازم يلتزم بقراءة القرآن، الأذكار، ان هو ممكن كل يوم يحفظ اسم من اسماء الله الحسنى. على اخر شهر رمضان هيكون حفظ كل الاسماء. ممكن يعمل زي يكتب اذكار الصباح والمساء على ورق ملون مثلا ويزينها بالاشكال اللي بيحبها ويحطها في اوضته، فكده هتبقى قدامه على طول، يقدر على اخر الشهر ان هو يبقى حفظ اذكار الصباح والمساء. ممكن في مع نفسي هو يعني ممكن يعتني بالنظافة الشخصية بتاعته. دي حاجة مهمة جدا للطفل ان هو يتعلمها من الصغر. في الاعتناء بسلوكي، يقدر ان هو يحافظ ان هو طول ما هو صايم ازاي ان انا ما اقدرش الفاظ سيئة، ازاي ان انا اتحكم في اعصابي حتى لو حاجة ضايقتني. في بيتي ممكن ترتيب غرفتي، دي شيء مهم برضه ان هو يتعلم النظام ويبقى مسؤول ان هو دي غرفته من مسؤوليته. مساعدة عائلتي، طبعا ممكن يساعد الام في حاجات في البيت لان هي من حقها ان هي تاخد يعني قسط من الراحة او ان هي تتفرغ للصلاة او للدعاء. في برضو كتابة وظائفي والدروس، اذا كان هو في وقت المدرسة يبقى هيأدي الواجبات بتاعته، اذا كان في اجازة اذا كان بياخد اي كورسات او اي تنمية مهارات هيقوم بواجباته. في تطوير المهارات ممكن لو احنا نستغلها في شهر رمضان، ممكن ان هو يستغل ان شهر رمضان يعني يقتصد من مصروفه جزء ويمكن يشتري انواع طعام مختلفة ويبدأ يجهزها في البيت مع الام ويجهزها بطريقة منسقة ونظيفة، ان هو هيحس ان هو تعب فيها وبيعمل حاجة مهمة للفقراء. ده هيحس ان هو حد منجز في الحياة وان هو بيعمل حاجة مفيدة في الحياة وساعد الفقراء. ممكن ان هو يكتب على الاوراق برضو ادعية او نصائح، دي ممكن يوزعها على اصحابه في المدرسة او في النادي، وبكده اخد ثواب كبير وحس ان هو عمل حاجة مفيدة. كده نقدر ان احنا نوجه اطفالنا بطريقة يحبوها وما يحسوش ان هو امر لازم ينفذوه. انت لازم تصلي، لازم تقرا قرآن، لازم تسبح، كده هيحس ان هي اوامر ولود عليه. لكن لو هو عمل ده بنفسه وحابب ان هو ينجزه، ده اكيد هينفذه وهنوصل مع اولادنا لنتيجة مناسبة جدا في اخر الشهر الكريم. وده هيبقى نظام يقدر يمشي عليه طول حياته مش في رمضان بس. احنا ممكن نقول مثال مثلا بالنسبه للسكادجول دوت، ان احنا مثلا لو هو انجز صلاته الخمس فروض في اليوم، فيبدا ان هو اكيد بيحب شكل معين، ممكن سمايلي فيس او ستارز او ايه اللي هو بيحبه، ان احنا نبدا نحط له زي السمايلي فيس كده على ان هو انجز الصلاه. اكيد ممكن برضو القرآن الكريم اكيد هيبقى متفق مع الام، هل هو حسب سنه يقدر يقرأ قد ايه، ممكن يقرأ صفحة او صفحتين او حتى جزء حسب سن الطفل، فدوت لو انجزه برضو نقدر نحط له كده.
وده مثال لكله بقى، يعني حسب يعني. والاذكار برضو ان هو ممكن او حفظ اسم من اسماء الله الحسنى، ده هيفيده جدا برضو، وهنستمر بنفس الطريقه في كله. للأسف يا صحابي خلصت حلقة النهاردة، استنونا الحلقة الجاية. باي باي.